يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على الصناعة التقليدية اللي عندها علاقة وصلة بالهوية المغربية. هاد الصناعة يا سادات هي جزء مهم من التراث واللي واجب علينا كاملين نصونوه ونحافظوا عليه ونعطيه الشكل والقيمة اللي تواتيه. الصناعة التقليدية هي دليل على حضارة مغربية بمكوناتها وتاريخها وروافدها الغنية، وكذلك دليل على الإبداع والابتكار ديال أنامل صانع وصانعي حضار. باختصار اليوم واجب علينا كاملين ندعموا صناعتنا التقليدية بكل وسائل الدعائية، وكذلك من جهتنا ما ندخلوش على الصناعية بنصائحنا المقاولاتية. في الحلقة الجاية غادي نتكلموا على دعم الدولة للمقاولات، إما على شكل إعفاءات ضريبية أو على شكل دعم مباشر بحال مجموعة ديال الأصناف المقاولاتية. إذن قبل ما نختموا ندوزوا للخلاصة. الصناعة التقليدية هي جزء مهم من الموروث ديال الحضارة المغربية، وواجب علينا كاملين نحافظوا عليه ونشجعوه باش القطاع ديال الصناعة التقليدية ينتعش ويدير مزية، خصوصا أن معظم الوسائل والمواد الأولية هي 100% طبيعية. والآن الحمد لله كاين الإقبال على المنتوجات الصناعة التقليدية في جميع الأسواق المغربية. وما تنساوش المسابقة. باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية، وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.